يا مساء الفل عليك يا صديقي الكوير. فيديو جديد هنتكلم فيه النهارده عن الدوري المصري اللي حصل للاهلي والزمالك في الجوله السادسه. الزمالك اللي كان بيلعب المصري والاهلي اللي كان بيلعب نادي انبي. بس قبل ما نبدا يا صديقي ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه ويلا بينا. وخلينا نبدا من مباراه نادي الزمالك مع النادي المصري اللي انتهت بثلاثيه نظيفه لصالح الفارس الابيض. الزمالك ظهر بشكل ممتاز جدا خلال اللقاء الحقيقه. يمكن في بدايه المباراه كانت رايحه جايه الزمالك والمصري، مباراه متوازنه نوعا ما، هجمه هنا هجمه هنا، شفنا فرص ضايعه حتى من الجانبين لحد ما احرز عدي الدباغ الهدف الاول. وانا اعتقد الهدف ده كان ليه مفعول السحر. الزمالك بعدها سيطر بالطول والعرض على المباراه، سواء في نهايه الشوط اللي كان الزمالك قريب فيه من الهدف الثاني، وحتى مع بدايه الشوط الثاني اللي الزمالك بدا يسيطر بشكل كبير لحد ما احرز عمر جابر الهدف الثاني بتمريره سحريه من اخوان الفينا. وخلينا نقف شويه عند اخوان الفينا، اللاعب البرازيلي الجناح المميز جدا 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 في الدوري المصري الحقيقه، مش في نادي الزمالك بس. الراجل مميز جدا جدا وهو بياخد الكوره، الراجل بياخد الكوره بيروح للمدافع، ودايما بنتكلم على الوينج انه لازم يروح للمدافع. لو بصيت على الفينا هتلاقيه بيعملها بشكل مستمر، بل بيروح على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثه. لعيب مميز جدا في الواحد على واحد، لعيب كويس جدا، لكن يفتقد الفينش. يعني هو بيوصل عند الجون تحس انه بيتعب شويه او اللياقه ما بتكملش معاه، لكن هو محتاج بس يطور الفينش وهيبقى مرعب يا جماعه. لعيب مرعب بشكل كبير الحقيقه. لحد دلوقتي الراجل بيقدم موسم مميز جدا، بدايه قويه جدا مع نادي الزمالك. والحقيقه من وقت بن شرقي انا ما شفتش وينج دخل الزمالك بالتقل ده فرديا. لعيب فردي بشكل محترم جدا، بيفك لك ماتشات واتفرج عليه في كل المباريات تقريبا، مميز جدا مع نادي الزمالك. لما كنا بنتكلم على ميركاتو الزمالك في بدايه الموسم والصفقات اللي محتاجها، قلنا ان لازم الزمالك يجيب وينج يمين تقيل يشيل الفرقه، وقلنا انه جايب لعيب برازيلي، لكن لسه ما شفناهوش وهنحكم عليه. الحقيقه ان الراجل اثبت وجوده بشكل كويس جدا، واصبح هو الصفقه خلاص اللي هيبني عليها نادي الزمالك. تاني لاعب هو محمد اسماعيل اللي انا عايز اتكلم عليه برده بشكل كبير. الراجل بظهر بشكل مميز جدا. الراجل ده انا متابعه من زمان يا جماعه، هو في زد، وكان دايما نفس طريقه اللعب، خروج بالكوره بشكل محترم جدا، كرات طوليه بالمقاس، تمركزات 10 على 10، التحامات ارضيه، دايما الراجل موجود بشكل كبير. وانا شايف الصراحه انه يحجز مكان اساسي بشكل كبير حتى لو على حساب الونش او اللاعب مصدق، لكن انا اعتقد ان هو وحسام هيكونوا اساسيين خلال الموسم. كمان لو هنتكلم عن لاعب مميز في المباراه فطبعا ناصر ماهر فايق خلاص. نص ملعب الزمالك بيروح مستوى تاني خالص، والحقيقه كل المباريات اللي ناصر ماهر كان مميز فيها الزمالك كسب، مش بس كسب الزمالك ادى. ودي هي دي الفكره يا جماعه. الفينا مع ناصر ماهر لعيبه مختلفه، لعيبه مهاريه. كمان كان معاهم ادم كايد اللي ظهر بشكل يعني مقبول نوعا ما. فاللعيبه دي ما تعرفش تتكتل قدامها ولا توقفها بمجهود فردي، لازم منظومه كامله تكون قويه جدا تقدر توقف اللعيبه دي. عشان كده الزمالك لما ناصر ماهر بيكون فايق مع الفينا بيعملوا شغل عالي جدا. الحقيقه ناصر ماهر من وجهه نظري كان من نجوم المباراه. كمان دونجا ظهر بشكل كويس جدا الحقيقه، مباراه ممتازه جدا من دونجا، يعني من نجوم المباراه برده النهارده. كمان بنتايج ظهر بشكل محترم جدا ناحيه الشمال وادى برده بشكل كويس جدا. عمر جابر طبعا صاحب الهدف برده ظهر بشكل يعني مقبول نوعا ما. فمعظم اللعيبه ظهروا بشكل كويس جدا النهارده. وكمان عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني ظهر بشكل كويس جدا، سجل هدف، بينزل الراجل بيلتحم اكتر من مره، بياخد الكوره بشكل كبير. لكن يا جماعه برده لسه يعني مش عايز اقول برده انه ده الفيرود اللي منتظره كل جماهير الزمالك، لا لسه مش ده الفيرود برده. هو بيلعب لتحت، بيحاول يلعب الفرقه والكلام ده كله، لكن لسه مش هو برده الفيرود اللي انا اقول عليه خلاص الزمالك انهى صفقه المهاجم. لا لسه شويه برده محتاج يتاقلم اكتر الفتره اللي جايه، وهنقدر نحكم عليه بشكل نهائي. بالنسبه لفيريرا فقدم مباراه كبيره جدا. الزمالك بيقدم احسن مباراه ليه في بدايه الدوري، ففي النهايه مباراه ممتازه جدا، لكن مش حكم نهائي لاننا شفنا فيريرا في بعض الاوقات بيكون غير جيد. فبرضه هنشوف في الفتره اللي جايه الدنيا، لكن لحد دلوقتي وقدم مباراه ممتازه جدا. بالنسبه بقى للنادي الاهلي صديقي، فالاهلي قدم مباراه سيئه جدا كالعاده. الاهلي الفتره الاخيره بيقدم مباريات من اسوء لاسوء، ما قدمش مباراه جيده غير مباراه فاركو اللي هو كسبها. فلحد امتى يعني الاداء هيفضل سيء كده؟ ما اعرفش بصراحه. يعني اتغير المدير الفني وده دليل المدير الفني كان سيء، ده ما فيش كلام، لكن مش يا جماعه مش هو الوحيد. يا جماعه اللعيبه وحشه، ومش بس وحشه فنيا، لا كمان وحشه على مستوى الروح في الملعب. روح، ما فيش اي روح فنيه في الملعب، ما فيش جماعيه حتى في اللعب، لا كله مجهود فردي، كل لاعب بيحاول بفرديه. فلازم اوضه اللبس تتشد بشكل كبير، وده دور الكابتن وليد صلاح الدين. محتاجين نشوف منك تغيير على مستوى ربط الفرقه شويه، الفرقه سايبه بشكل كبير. بالنسبه للشوط الاول فتريزيجيه يمكن حاول في كذا كوره، حاول يعمل مجهود فردي، برده كان اختراقات فرديه لحد ما سجل هدف وكره عرضيه محمد هاني عمل شوط برده عجبني بشكل كبير في الشوط الاول. على عكس تماما الشوط الثاني، هاني مستواه نزل جدا، تريزيجيه اختفى تماما الشوط الثاني. فليه يعني بصراحه هبوط غريب، مستوى باهت بشكل كبير جدا في خلال الشوط الثاني. فبصراحه مباراه سيئه جدا على المستوى الفني. الشوط الاول
زي ما قلت لك، وتريزيجيه وهاني الشوط الثاني كله مختفي تماما. رمضان يعني عايز اتكلم عليه شويه، يعني وحش جدا يا جماعه، وحش جدا جدا كل الفتره اللي فاتت، وحش جدا بجد، مستوى باهت بشكل كبير. ديانج في اسوأ احواله، ليه ما خرجتوش من بدري؟ كمان محمد شريف ما مالنيش، مش مالي دماغي يا جماعه في مركز المهاجم. محمد شريف ليس مهاجم صريح، محمد شريف مش قادر يقوم بالدور، وسام ابو علي عمل ضغط على كل اللي هيجي من بعده. كمان زيزو، يعني زيزو مصاب وواضح انه مصاب، ليه بتبدا يا زيزو؟ ليه الكابتن عماد النحاس بدا بيه؟ بصراحه غريبه جدا مش فاهمها. حتى لما اتصاب نزل طاهر، يعني اللي هو التبديله غريبه كرويا، يعني عندك بن شرقي بره، ليه نزل طاهر؟ ليه ما تجيبش تريزيجيه يمين وتودي بن شرقي شمال، او تودي بن شرقي يمين؟ اي حد افضل من طاهر في الجبهه دي. كمان جراديشار لما نزل ما قدمش بصراحه مستوى فني كبير، يعني المستوى الفني كان اقل بالعادي بشكل كبير، لا ما قدمش حاجه خالص. جراديشار كان سيء جدا، وبالتالي اصبح ملف المهاجم وضروره قصوى للنادي الاهلي لا محاله يعني. اما بقى التغييرات برده ما حدش بصراحه عجبني قوي، يعني يمكن احسن الوحشين كان بن شرقي ومروان عطيه. بن شرقي لاعب عنده ثقه في نفسه بشكل كبير، مش مهزوز، حتى هو متعادل بيمسك الكوره مش خايف، بيروح للمدافع بيعدي واحد على واحد، لاعب مميز جدا الحقيقه. كمان مروان عطيه يعتبر احسن الوحشين في خط الوسط، اللاعب الوحيد اللي يستاهل فعلا يكون في وسط النادي الاهلي يا جماعه، لا مجامله لحد بصراحه يعني. كمان قفشه مش عايز اتكلم عليه بصراحه ومش عايز احمله مسؤوليه، لكن قفشه نزل عمل تقريبا 5 6 باصات كلهم غلط، مش عايز احمله المسؤوليه، لكن بجد هو لازم يشتغل على نفسه الفتره اللي جايه، لانه كل ما بينزل ما بيقدمش اي حاجه. هو بقاله فتره كتير ما لعبش، لكن برده يعني لما تنزل المفروض تمسك في الفرصه عن كده. خط الدفاع طبعا كالعاده كارثي، يعني مش عايز اتكلم عليه، لكن امام عاشور برده مش عايز اتكلم عليه بشكل كبير، لكن هو الراجل ما خدش فتره كبيره، لكن حتى لما نزل هو حاول نوعا ما انه يغير، لكن في كوره كان ممكن يبص لبن شرقي ما اعرفش هو ليه استخدمها لنفسه برده بشكل كبير. اما بالنسبه للكابتن عماد النحاس فانا ما شفتلوش بصمه، يعني هو نفس الاداء نفس اللعيبه نفس الكوارث، ما اتغيرش حاجه تقريبا عن اخر مباراه، فمش هقدر احكم عليه برده بصراحه. لكن النادي الاهلي محتاج مدرب باسرع وقت، مدرب يكون شخصيه قويه يقدر يسيطر على الفريق باسرع ما يكون. وبس كده صديقي، ده شكل جدول الدوري بعد نهايه الجوله السادسه. اتمنى تعمل لايك الفيديو لو عجبك، اشتراك في القناه، وشكرا جدا يا صديقي على دعمك لينا. سلام.